السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل عام وانتم بخير. ما تنسونيش في لايك واشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. تمام. ان شاء الله طلعنا الاوردر ده النهارده. الاوردر كان عباره عن ايه؟ صينيه مكرونه بالبشاميل زي ما انتم شايفينها كده، وعملت بانيه. تمام. ده اوردر النهارده، البانيه والمكرونه بالبشاميل. تمام. المكرونه بالبشاميل بقى ليها ايه؟ وصفه خاصه كده في البشاميل. يعني بصوا، بسم الله الله اكبر عليها. بصوا البشاميل عامل ازاي. بصوا، انا بس نفسي اوريه لكم، بس مش عايزه ايه الخبط الصينيه. بصوا البشاميل عامل ازاي. بصوا بصوا، تحس ان هي كريمه مش بشاميل، والله العظيم كريمه. بصوا. تمام. انا طبعا هوصف الوصفه بتاعت البشاميل عشان كل اللي حابب يجربها يجربها. تمام. وبص عشان بس مش عايزه ابوظها. بصوا تحس ان هو زبادي كريمه. بصوا بسم الله ما شاء الله، جميله جميله وريحتها رائعه. بصوا حبايبي، انا طبعا هي يعني هو الوصف هيكون في البشاميل، لكن كله عارف طبعا المكرونه بالبشاميل بتتعمل ازاي. سلقت المكرونه عادي. تمام. وعصقت اللحمه عادي زي ما انتم كلكم عارفين بتتعصق ازاي. تمام. نيجي بقى في البشاميل. البشاميل انا بحب اكتر لبن، انا ما بحطلوش ميه خالص. بحب اكتر لبن جدا عشان اللبن بيديني الطعم الكريمي في البشاميل، وبيديني ريحه وتست تحفه جدا. تمام. انا حطيت حوالي 4 أو 5 معالق من الزبده في الحله. بعد كده حطيت عليهم حوالي 4 معالق دقيق، وقلبتهم في بعض بس مش قوي، يعني قلبتهم صفرتهم كده على النار. بعد كده حطيت حوالي كوبايه لبن وقلبتهم لحد ما سابوا خالص من بعض، بقت دايبه. تمام. بعد كده حطيت عليهم كيلو لبن، يعني حط حوالي كيلو وربع لبن. الصينيه دي واخده حوالي كيلو وربع لبن، الصينيه دي كبيره مش صغيره. تمام كده. وقعدت اقلبهم. الزبده بتعمل طعم تحفه في البشاميل او في اي اكل، في الرز، في لسان عصفور، في المكرونه بالبشاميل بتعمل طعم تحفه وبتعمل ريحه ولا اروع. تمام. بعد كده قلبته، ولما فكوا خالص من بعض بقوا زي الكريمه، سبتهم. حطيت واحده ماجي فاين فوز او 2 على حسب الرغبه، ندعه ملح صغيره جدا عشان ما يكونش حادق، ندعه فلفل اسود تديله بس طعم مش اكتر عشان ما يكونش زفر من البيت. وبعد كده حطيت عليهم البيضتين. انا بحط البيض في البشاميل ما بحطوش على الوش. تمام. على الوش بيتحرق بسرعه، لكن في البشاميل بيكون جوه البشاميل فبياخد كله من بعضه وبيبقى بالمنظر ده. تمام يا حبايبي. بعد كده حطيتها كلها على بعض، رصيتها رق بشاميل من تحت خالص، بعد كده رق مكرونه، بعد كده اللحمه وعليها بشاميل، بعد كده مكرونه والبشاميل من فوق. انا بحب اكتر البشاميل جدا، يعني الصينيه دي واخده نص كيلو مكرونه والباقي بشاميل. انا بحب اكتر البشاميل جدا بحيث يطلع بالمنظر ده. بصوا يطلع كريمي كده. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر عشان تعرفوا تفاصيله. تمام يا حبايبي. وبعد ما تخلصوا قبل ما تحطوها في الفرن، دهنت زبده فوق الوش كده على البشاميل من فوق، هتديكوا تيست عالي جدا، هتبقى طعمها وريحتها تحفه تحفه تحفه. تمام. اتمنى تجربوها.